السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. ناس بكري واش قالوا ويه خلينا الصحة ولهنا برك. الصحة ولهنا، لأنه الصحة هي كلش. يا راحت له صحته راح كلش. يا ربي يخلينا صحتنا، يا ربي يخلينا صحتنا، ونكونوا كما نقولوها لاباس علينا، نقوموا بأشغالنا، ونحمدوك ونشكروك على كل النعم التي أنعمتها علينا. الحمد لله. راكم تشوفوا في هذا الطاجين، تبعوا لا فيديو حتى للآخر وحين تشوفوا الوصفة من وين طبختها من واحدة القناة اسمها أم إيمان. إن شاء الله تروحوا تزوروها وتدعموها، هي ثاني تحتاج دعم. كانت عجبتني طريقتها في تحضير هذيك الطاجيك، شغل جات زيت ثوم زي ليقطين هكذا، وعطات منظر جميل. نبدلوا شوية الأشكال في رمضان، اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله نصوموا ديما بالصحة والهنا. هنا في لا فيديو كنت شاركتكم يومي، كان يوم بسيط كأي أم في المنزل. نط صباح غسلت لمان وسيقت وفرزت وعاودت رجعت الفراش لا علينا من أمور لا تنتهي في المنزل. هنا راني نغسل في لمان تاع الصباح كيما شربنا الحليب. وكنا في يوم جمعة جعلها الله مباركة عليكم، وفيها دعواتكم مستجابة وأعمالكم يتقبلها الله. كنت نحب نشد اللمان من العين، لكن للأسف نزلت ما درتش العين. المهم النظافة، ما يهمش وش عندنا، المهم انك تكوني نظيفة. واستعملت هذا البرودوي ماما اللي قالت لي غير جربيه، راح تشوفي الالومنيوم والإينوكس كيفاش يوليو يلمعوا لمعان. وراح نجربوا معاكم وتشوفوا النتيجة قدامكم. لبست ليغون ولازمني نلبسهم باسكو يدي راهم شوية حساسين، لي برودوي انا نخاف منهم، لازمني نلبس ليغون. وجبت لهنا داك البرودوي جوست حطيته عليه وقلت قطرة صغيرة برك من الماء، ماشي بزاف، وراح تشوفي كيفاه يروحون ورجع لك رجعهم يلمعوا. هنا ما كانوش يعني مانيش خانجين هكذا حشاكم، جوست عطيتهم هذيك اللمعة. ولو تكون عندك دهون قديمة بزاف جوست تستعملي هاد البرودوي ينهنيك من هذاك الخماج، هذيك الصفورية وهذاك اللي يلصقوا في الدهون هكذا، يلصقوا في الحاشية وكامل. جريهم برك بهاد البرودوي. ندير له جام كبير، راكم تشوفوا كيف راني ندير بوديغون للمزافطة. بيتكم ما تملوش وانتم تتفرجوا في هاد لا فيديو. شوفوا راني ميتة بالفرحة، نقول لكم راني ميتة بالفرحة كي راني نغسل فيهم ونحك فيهم ونشوف البريونس هذه كيفاش راهي تبان. وكالعادة نستعمل هادو الشيتات ما يخطيوني، جيست ما يفسدو نعاود نشري وحيد اخرين هكذا. ما نضرحش وانا نغسل في لمان. عاوزت جبت الكوكوت وثاني حبكيتها ورجعتها تلمع. نعدت لكم كيفاش رغبنتها وحطيتها لهي. بعد ما شلتهم للأسف كان جو مغيم بزاف وكانت الظلمة في الكوزينة، ما عطاتهمش حقهم من هذاك المنظر تاع اللمعة. شوفوا ما شاء الله ولاو يلمعوا. واحد المرة شريت واحد برودوي هكذا دون ذكر الأسماء، استعملته في الكاكاو. وش نقولكم كيف يقلبها لي، ندمت النهار اللي استعملته. سي بور ساعة ما نستعمل كامل لي برودوي. كون ماشي ماما اللي نصحتني بيه وجربت وهي والله ما نشري، ما نكذبش عليكم، باسكو خسرت لي هذيك الكوكوت ولات كشغل تكلت هكذا، كلالي الالومنيوم تكل سبحانك ربي. من هذاك النهار ما زدتش استعملت لي برودوي حتى هاد المرة كي قالت لي ماما راني جربته على ضمانتي جربيه. هيا استعملته ودعيو لها ماما، ربي يحفظها لي وربي يخلي لكم امهاتكم. وهنا رحت جبت الرند، قلت نخبيه في لابوات ولا راني حاطته في ساشي، ومرات نلقوه ويطيح هو هبني ويسيح لي في البلايص الكل. قلت نهز دوك الاوراق ونحطهم في بوات
حتى شي لبطة شابة كيما تقولوا بطة باهية. راني قلت لكم وفي كل مرة نقول لكم راني نصور بكل عفوية، واش عندي في الدار راني نصور بدون تظاهر، واش عندي نصور عادي. المهم نظافة، أنا أساس شيء، الشيء الأساسي هو أن تكون الدار نظيفة والأوادي ولا الحوايج اللي نستعملهم يكونوا نظاف، وما قدم ولا جدد ولا دي مودي ولا ما يهمنيش. هاد التيزانة استعملتها على جال يقولوا هي فيها، شوفوا فيها حبة حلاوة وزريت البسباس مغرفة غسلتهم حطيتهم فيه قرعة زجاج من الأحسن، ما كان لا تستعملوا النيلون. القرعة الزجاج تكونوا غسلتوها وعقمتوها تحطوا فيها هذيك الحبة حلاوة وزريت البسبس وتحطوا عليها الماء المغلى، تخليوها حتى تولي دافية قدا قادرة تشربوها عادي، وتشربوها مليحة أنها لتخسيس البطن خاصة وحدة كي تكون نافسة وتشربها في فترة نفاسها، وتستعملها العام طول. للنساء ما كان لها الرجال يستعملوها بلا، للنساء لأنها تعطي هرمونات أنثوية. كما شفتوا في الفيديو راني صورت لكم، كنت خيطت شوية وفرشت الصالون تاعي. كيف شفتوا بعد ما نشفولي كنت سبق وقلت لكم راني غسلتهم وكامل، عاود تركبتهم ودرتهم ورجعت للكوزينة لين نروحو مريبوا ليها دقيقة بلا زوج ونعاودو ندخلوها. راح ندير طاجين هذاك تاع اليقطين ولا الثومة، ما باليش كيفاش تسميوه. درت البصلة والثوم رحيتهم، درت الملح والتوابل خاصة بالمرق الأبيض ودبشة وحطيتهم والزيت وحطيتهم يتقلاو. ومن جهة درت هاد الفرomاج رابي مع الفرomاج طري مأستهم هكذاك، وجبت لهنايا حنحشي هذيك صدر الدجاج كنت رحيتهم حطيتلو شوية ثوم وبصلة وتوابل. روحوا شوفوا عند أم إيمان تلقاو الوصفة بالتفصيل وشرح أفضل، هي دارتها بالزيتون وأنا دارتها بالجربانة هكذا، ونعطيها شكل هذاك شكل تاع ثومة. كنت نجيب الخيط ونقعد ندور عليها ندير إكس، ومن بعد بين الإكسات هذوك نزيد ندير إكسات، اللي فهم فهم واللي ما فهمش يضرب بالنحل. لا علي رحت البصلة بعد ما تقلات هكذاك مرقتها بالماء الساخن وخليتها تتقلى مليح، وعاود رجعت للثومات شكلتهم. حبيت نفكركم في واحد المقولة، نتوما تتفرجوا في هاد الفيديو راهو باين وكل شي واضح. كاينه واحد المقولة انا تعجبني بزاف، يقول لك اولئك الذين يتركون كل شيء في يد الله سوف يرون في النهاية ايدي الله في كل شيء. نظن فهمتوها. هاد المقولة بمجرد ما اني نتفكرها راح نحس بواحد الطمأنينة والراحة، تخليني نثبت في قلبي الرضا، نرضى والحمد لله. مرات شغل يوسوس لنا الشيطان وتوليو ما كبش راضيين هالوضع اللي عايشينه، بصح مجرد اني نتفكر هذه المقولة اللي تقول هكذا الذين يتركون كل شيء في يد الله، كي تخلي كل شيء في يد ربي راح من بعدها تلقى ربي يدبر لك كلش. هو مجرد انك تقولي فوضت امري لله، تفوضي امرك لله وتسلمي كل شيء لله، راح ربي يدبر لك سبحانه. ولو انه الاختيارات اللي يعطيهم لك من بعدها عكس ما كنتي تتمناي، بصح من بعد مع الوقت تلقاي في الحكمة حكمته وعلاش خير لك هذيك الحاجة عكس ما كنتي تتمنايها. سبحان ربي. فمهما خططنا لكل شيء من تدبير، الله وحده يقدر، هو اللي يقدر هذاك الشيء. إذا احنا علينا غير نسعى. هذه مجرد اني ذكرت بعض النساء ممكن وحدة تسمعها حتطمئن انه مرات نمروا قلت لكم بواحد المراحل نتمناو انه شخص ينصحنا ولا يدفعنا ولا يطمنا. استغليت هذا الفيديو باش هكذا نحكي لكم شوية في كل فيديو بإذن الله تعالى، ونجبد لكم مواضيع هكذا
باش نفيدو ونطمنوا بعضانا. قلت لكم أن نخليو كل شي لله مهما كانت عكس ما نتمنى. أكيد أن الله يحسن لنا التدبير، وهو أدرى بنا من أنفسنا، هو أدرى وش يكون خير لنا، لأنه هو يعلم سبحانه عز وجل. في النهاية تبان حكمة اختياراته. راح ننبهر سبحانه. اللهم إننا نسلم أمرنا ونفوضه إليك. فاللهم اختر لنا ولا تخيرنا. سبحانه محسن التدبير. لذلك ننصحكم أي وحدة راهي كتحس بهذيك الضيقة، أرضاي وفوضي أمرك لله. لا تستسلمي للدنيا وإنما سلميها لله. ما تستسلميش وسلميها لربي. قولوا يا رب أني سلمت أمري لك. هو يحسن لك التدبير سبحانه عز وجل. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على هذيك النعمة اللي أنا متقرب بها من الله، لأن الله يختار أحبابه في الدنيا، يختار أحبابه. ما كيش تي اللي رحتي خيرتي ونفسك تكوني ملتزمة ولا تكوني تصلي ولا تكوني تعبدي ربي. ربي اللي اختارك، ربي اللي قربك سبحانه. وشفتوا هنا يعني رافقت ترجع للفيديو اعتذر. رافقت هذيك الجلبانة وحبات هذوك الياقطين المصغرة بكرات البطاطا. كنت كيما شفتوني درتها في لافارين وشابلير وقليتهم. وشوفوا النتيجة جات ما شاء الله. إن شاء الله تعجبكم وتدعوا لي، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. ودعموني القناة راهي بزاف هابطة. وسلام.